إسقاط بدل الإيجار في القانون الجزائري. المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر 0502 يسقط حق الحاضنة في بدل الإيجار إذا كان السكن الموفر من الأب ملائما لممارسة الحضانة سواء أقامت فيه أو امتنعت. ومتى ينتهي بدل الإيجار في القانون الجزائري؟ تتقادم الحقوق الدورية ومن بينها الحق في بدل الإيجار بمرور 5 سنوات، والمطالبة القضائية تقطع التقادم، بمعنى أنه إذا كانت الحاضنة مدة 5 سنوات لم تطالب بنفقة بدل الإيجار، ففي هذه الحالة يتقادم حقها في بدل الإيجار، إلا إذا كان طالبت قضائيا ببدل الإيجار اللي راح يقطع هذا التقادم. يعني مهلة 5 سنوات يسقط حقها في طلب بدل الإيجار. هل يعتبر بدل الإيجار نفقة؟ نعم، وفقا لأحكام نص المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري، فإن الأب في حالة الطلاق ملزم بأن يوفر مسكنا ملائما للحاضنة لممارسة الحضانة، وفي حالة تعذر ذلك فعليه بدفع بدل الإيجار.